السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الافريقي. ثم خبير ان شاء الله يكون صار اليوم العشيه والا في الليل ان شاء الله. الملاعبي سيدو خان حط في الفيسبوك نتاعو تذكره السفر نتاعو الى تونس نحو النادي الافريقي، وحاط 1920. يعني سيدو خان في النادي الافريقي بشرط وحيد: اجتياز الفحص الطبي. عندنا احسن دكتور في تونس، ما دام عندنا احسن دكتور دونك اللي هو رئيس النادي الافريقي. بالنسبه لي انا، في نظري انا، احسن دكتور باش ما نأولوش الحديث. احسن دكتور في نظر جمهور الكلوب اللي باش رئيسنا اللي هو رئيس النادي الافريقي يعمل له الفحص الطبي، نجح ديريكتومون يكون في النادي الافريقي رسميا. ونتمنى يلعب نهار الاحد. مضروب مازال فيزيكمون موش حاضر، نحبه يكور نهار الاحد. هذا ما فيهاش حتى نقاش. هذا الموضوع الاولاني نتاع سيدو خان، اكيد وشبه رسمي. وقت اللي نحكيه من الاول ونقولوا راهو فلان راهو جاي، نسبة 99% حط في بالك راهو جاي. المصادر منين؟ هذيك ربي معانا. ثاني حاجة، ثم حاجات باش نحكيو على التشكيله نتاع النادي الافريقي، الامكانيه نتاع النادي الافريقي ضد مستقبل المرسى، الحضور الجماهيري، التذاكر. ولكن قبل هذا نحب نحكيو شويه على الاجتماع اللي صار في الجامعه التونسيه لكره القدم. الجامعه التونسيه لكره القدم بقياده حسين جنيح، واللي معاه ما نعرفش اسمه أنا. ثم معاه واحد اخر رئيس جامعه. شوفوا كيفاش التصرف اللا شعوري. خليني نقول حسين جنيح رئيس الجامعه، صدقوني لاني حافظ. هاي تصدقوهاش؟ على خاطر كل واحد يحس لي حسين جنيح معروف، ينجم كذا كذا. باه يا حسين جنيح، اتق الله في كرة القدم التونسية. هذه حاجة. اعدل، حط الحكم اللي باش يعدل، وكتضارب المصالح نحيها لنا. هذيك تتنحى. راهي كرة القدم جعلت للرياضيين، ما جعلتش لحاجة أخرى. هذه حاجة. أكا جمال الحمودي رئيس لجنة التحكيم، برشا هفوات تحكيمية صارت منذ أن جاء للجامعة التونسية لكرة القدم. دونك فورا إقالة جمال الحمودي. أخي هذا كل ما عندناش حتى تونسي نجم يشد رئيس لجنة التحكيم، وفات ما عندك حتى واحد عندك فيهم الثقة. هل يعقل هذا؟ هل يعقل حتى تونسي ما ينجم يكون رئيس جامعة رئيس لجنة التحكيم يشدها الرئيس هذايا لجنة التحكيم اللي هو جمال الحمودي الجزائري؟ مع كامل احترامات لاخواتنا في الجزائر، نحكي على رئيس لجنة التحكيم. ما ثماش ما ريناش حاجة مزيانة، ما ريناش حكام قاعدة محترفة بصفة كبيرة، ما ريناش. رينا أشياء يندى لها الجميل. آخرتها في المقابلة بين الملعب التونسي وفريق الترجي الرياضي، والحكم اللي بول عراس اللي وقعت المعاقبة نتاعو. والناس كلها في بالها ما دام تعاقب الحكم هذاك وقبلها صارت اخطاء وبرشا تشكيات، بدل لنا رئيس لجنه التحكيم. هذه حاجه. باش نحكي في موضوع بسيط، موضوع للادب، وها باش تعدى لكم للنادي الافريقي والتشكيله. موضوع للادب مهم جدا. البارح الناس الكلنا تفاجئنا بمشهد يدنى له الجبين، مشهد لا يمت للاخلاق بصله. صار مغني راب مشهور، معاه واحد ستريمر كما يقولوا فيها. ستريمر معناها يعلق على الاشياء هذيك نتاع الراب. ونراو في مشاهد نتاع مشاجرات في الشارع، عرك شوارع البارح نتفرجوا فيه. له من اخلاق المسلمين وله من اخلاق التوانسه. وصلنا لدرجه ناس يرنفوا في بعضهم باش يتعاركوا وعباره عصابات. معناتها المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. اليدين واللسان احنا تجاوزناها، والناس هراوات وعصي وحاجة شيء يعمل الفضح. صارت في ريانة والناس كل في بالهم بها. ظالي فيكم تفرجتوا فيه. مهزلة من المهازل اللي ما عمرها ما كنتش تصورها تصير. تقول لي الامن وين؟ غدروا مشوا طلعوا الفوق، طلعوا البلاصه ظلمه وكل شيء وبداوا يتعاركوا. الامن ثم صارت معناها بحث جاري في الموضوع هذا. ماهيش مسيبه راهي تونس، راهي تونس برجالها، تونس بقوانينها، وراو نحامي على الحق. انا راجل زوز هما مغني راب كي جاء تحسه وحده، وثم تحس ثم ناس دارت عليه تحموا فيه.
المغني هذا ديما يقول انا نفعل وانا كذا وانا هاني جيتك لحومتك، وانا هو بيدو ماهوش صحيح 100% المغني، ولكن زاد ستريمر الاخرين وقت اللي جابوا معاهم جماعه نتاعهم زاد مش صحيح. ثم حاجه احنا ضد العنف بشتى انواعه، ولكن يقول لك راجل خرج لي راس اللي يتفافى الكبش، نعجة تتفافى بليد الكبش ولا كيفاش يقولوا فيه، راهو الراجل يواجه راس ود امراه غالب ومغلوب، نجيك راس وحدي زاد وحدي، هذايا لا للعنف لا للعنف، وعيب اللي صار نستنكروه مليار بالمية. نحن في دولة فيها قانون، هكاك باش تولي همجية، عاد انت تحب توريني حومتك اقوى وانا نوريك حومتي اقوى والاخر يوري ايش تم. ما نلواش عايشين الناس معاكم 12 مليون يعيشوا، وربي يهدي الامه وربي يشفي الامه من الغمه. خليني نتعدى ما عادش بيه الموضوع هذا، ولكن صار والناس كل تحكي عليه وموجود في وسائل التواصل الاجتماعي، واللي ظلم حرام عليه، واللي حاول يظلم حرام عليه. ولكن هكا المثل نتاعي هذاك اللي ديما نقول فيه ونغلط فيه شوي، ولكن هاو صلحوا لي مثالش: انما الامم اخلاق فإنهم ذهبوا ذهبت أخلاقهم. هذا المثل معناها الأمم اللي تعيش فيها لازم تكون الأخلاق هي الكل. كي تمشي الأخلاق راهو تمشي الأم مشيت فيها، راك تدخل في موقعة مش باهية، وربي يهدي الجميع. التشكيلة بتاع النادي الإفريقي اللي باش تواجه فريق المستقبل الرياضة بالمرس، تشكيلة تنجم تربح بكل سهولة، ما فيها حتى نقاش. فوزي بنزرتي نعرفوه كاسح. النادي الافريقي بعد ما اكد محمد الشافعي اللي راهو مليار و500 في جمعه جملت، دونك العوام اللي فاتوا مليار و100 يقولوا لي حق الاشتراكات، وانا وقتها نتكلم عن ناول وكل شيء. يا ولدي كيفاش مليار و100؟ تحسبتها بمخي وحدي نرقام فوق 5 مليارات، شنو يعمل لي مليار و100 هذه؟ لا اسكت يا نبيل وين تفهم انت، هذا عم ناول صارت انت وين تفهم فيها انت الحكايه هذه؟ انت ما تتدخلش، اسكت ما تتدخلش، اسكت. كلمات مش الكل بالطبيعه. يجي محمد الشافعي ويأكد اللي راهو مليار و500 في الجمعة، المبلغ مش يرتفع بصفة كبيرة. وين فلوس النادي الافريقي؟ ما ندروش. ما لا اللي ندرو عليه هو التشكيلة. هاي سيدك تشكيلة النادي الافريقي في ملعب رادس بحضور 25,000 متفرج. التشكيلة نتاع نبيل ريغن سبور ماهيش تشكيلة فوزي هذه، ويمكن فوزي يريقلها، اما انا احسبوني انا المدرب وهاي التشكيلة نتاعي، ونعديو عبر الذبذبات. في حراسة المرمى وقولوا لي شنو رايكم في التشكيلة، وها باش نزيدكم الاحتياطيين زاد. في حراسة المرمى مهيب الشامخ، رقم 2 ظهير أيمن ياسين بوعبيد، رقم 3 حسام بن علي، رقم 4 حمزة بن عبدة، رقم 5 علي يوسف، رقم 6 شرف الدين عون، رقم 6 شرف الدين عون. المعوض نتاعو في الشوط الثاني تيني ويلز في وسط الميدان، تيني ويلز الكامروني في وسط الميدان ماهوش القدام. باهي. رقم 7 أسامة الشريمي، رقم 7 أسامة الشريمي الليبي. أسامة الشريمي حتى كانوا ناقص فيزيكمون يلزمو يكور، ما عندكش حل يا فوزي. رقم 8 بلال آية مالك، رقم 9 فراس شواط، رقم 10 كين زومبي، ورقم 11 حمزة الخضراوي. التشكيلة هذه متاع النادي الإفريقي اللي سميتها أنا تو تندرج ضمن الخطة 4-3-3. علاش تقولوا لي يا نبيل علاش ماهاش 4-4-2؟ على خاطر ما فيهاش صنع ألعاب. وقتاش الخطة تولي 4-4-2؟ وقت اللي يبداو 4 في وسط الميدان. احنا ما عندناش 4 شرف الدين عون وسامي الشريمي وآية مالك 3. وقت اللي حمزة الخضراوي يولي يلعب ان روليور معناها ان اوتر ديمي، وقتها تولي تحط بلال آية مالك صانع العاب. الخطة هذه يلزم الملاعبية هم اللي يقوموا بها. الخضراوي نعرفوه ديما مجنح، كيزومبي ديما مجنح، هذوما الزوز هاربه بهم فرص على اليمين وعلى اليسار، اما ينجموا يراوغوا عندهم يقولوا في رواحهم، ما ينجموش يلعبوا صنع العاب بالكل. وشواط قلب هجوم. دونك الخطه هذه ما تنجم تكون كان 4-3 في الوسط و3 في الهجوم، زوز اجنحه وقالب هجوم. باهي.
المعوضين نتاعهم شرف الدين عون اللاعب اللي خديناه من الاولمبي الباجي هو البيفو نتاع الكلوب. شكون اللي عوضوا؟ تيني ويلز. راهو تيني ويلز بيفو يا ناس افهموها هذه. راهو تيني ويلز بيفو. راني نفهم في الكوره اكثر من تصوروا في بالكم، وبرشا ناس تعرفني وبرشا ناس يفهموا الامر هذايا. بعدها يجي اسامه الشريمي. شو التكتيك نتاع الكوره. اسامه الشريمي كي نخرجوا ويتعب نهبط في بلاصتو شكون؟ اسامه السهيلي اللي اصله اريير جوش ويلعب انيليه ويلعب ديمي جوش ونجح في خطه ديمي جوش. راهو تغيير الاماكن راهي تخلي الملاعبيه يطيروا طيران. واحسن مثل في هذا كله هو روبرتو كارلوس. روبرتو كارلوس كان يلعب في الانتر دي ميلان ان ديمي جوش، بعد ولا يلعب اريير جوش في ريال مدريد. كارير قويه ياسر عملها ريال جوش. دونك السهيلي ديمي جوش ينجح. راهو يلزمك تخطط، يلزمك ملاعبيه بوليفالون، يلزمك الملاعبيه نتاعك يتحركوا او كتربح المكان نتاع الاريير جوش وقت اللي تستحق تهبط فلان ترجع فلان. ليكيب تولي كبيره فهموها يا يلي تفهموا في الكوره في تونس. انا فوزي عندي فيه ثقه يفهم، اما شك وحيد من عند فوزي ما غير ما يشعر ممكن ياسر يدز فيها الاخر الزمزمي ولا الصغير اللي هم راهو ما عندهمش مكان. انا ما عندهمش مكان. ان شاء الله لا، ان شاء الله ما يكوروش. احتياطي ربي معاك، ان شاء الله ما يكوروش. اللي سميتهم انا عرفت شفتوها التشكيله اللي تبع فيها من الاول، سمعتوا التشكيله. بعد باش نجي للمعوضين. ايت مالك شكون باش يعوضوا؟ الصادق محمود يعوض ايت مالك. هذايا التعويضات تاع الشوط الثاني. راه كي زومبي شكون باش يعوضوا؟ باش نجربوا احنا تو هذاك اللي عندنا باش نجربوا باش نهبطوا محمد علي العامري. الوحيد اللي يلعب قلب هجوم وهمي هو محمد علي العامري. باش نجربوه. هاو كان عنده زوج ماتشوات كان نجحها وينو، كان ما نجحش برا زيد سلف وجيب لنا الملاعبي. سمعنا ثم ملاعبي نسيت اسمه يلعب في قال لي احد المتابعين ملاعبي يلعب في سيدي بوزيد الملاعبي هذا قلب هجوم. عملوه المسجل 10 اهداف مع سيدي بوزيد. تفرجت فيه عملنا انترفيو وتابعت الاخبار نتاعو. ما ينقصش على محمد علي العمري وحمدي العبيدي وادم قرب. خير منهم اي اقول هيك خير منهم. يشبه شوي بوعصيده لاعب اللي مشى للمتلو اللي مشى للترجي من المتلو. على كل حال حديث للمتابعه اذا كان حبوا يجيبوه. باه الخضراوي يخرج يعطي بلاصتو المسماري. هذه تربح تشكيله تربح. باه تقول لي مازلنا في بدايه الموسم ويا نبيل اعطينا النتيجه السكور اكزاكت. باش نقولها لكم باش تكونوا واعيين بالامر هذا يا جمهور النادي الافريقي اللي باش يكون موجود في الملعب ب 25,000 متفرج. الماتش هذايا يوفى 3-2 للنادي الافريقي. 3-2 للنادي الافريقي. خليني مثال راني حطيت انتصارا وحسب فهمي لكرة القدم 3-2 للنادي الافريقي. المرسى تماركينا الاولى هذيك نطيروا بها في العين. المرسى تماركي الاولى. بعد في راس شواط يسجل هدف للنادي الافريقي بالراس، يسجل هدف للنادي الافريقي. بعدها المعلم علي يوسف بالراس يسجل هدف للنادي الافريقي 2-1 للنادي الافريقي. بعدها كالعاده صدمه اخرى الجمهور النادي الافريقي والمرسى تعدلنا دقيقه 70 تعدلنا المرسى ضربه جزاء. الحكم يعطيهم ضربه جزاء. النادي الافريقي تحط كل ما عندها، تعطي كل ما عندها. واخيرا يترشق الحبيب حمزه الخضراوي ويسجل هدف بعد مراوغات كثيره. يخرج راس ويحط كره في الشبك وتصبح النتيجه 3-2 للنادي الافريقي. الهدف الثالث في الدقيقه 90. هذا السيناريو نتاع نبيل ريغل سبور، والسيناريو اللي ما نتمناهوش انا وما تتمنوهوش انتم. اما السيناريو الامثل للنادي الافريقي اللي هو كيفاش يقولوا فيها لو سيل بلو لو موند اي بو لا سولي اي بلو. باه لو سيل بلو اي لا فوري فير.
السيناريو الامثل هو فوز النادي الافريقي 3 بلاش، ان شاء الله نفوز 3 بلاش. اما انا اعطيتكم حسب رايي النتيجه 3-2 للنادي الافريقي، وانا اعطيتكم السيناريو، ما نبقاش نعطي بالدقائق، حكايه فارغه مش وقتها، نجم نغلط بالطبيعه. اما انا قلنا 3-2 وان شاء الله 3 بلاش ان شاء الله. الامنيه نتاعي 3 بلاش راه، اما انا اعطيت 3-2 والسلام عليكم، في فرصه السياره.